السلام عليكم الزينات، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في فيديو جديد على القناه. فيديو اليوم ان شاء الله راح يكون الفلوق الثاني في القناه، حلوى الترولي بالشوكولا. وكذلك راح يكون عندنا طبق عشاء اللي هو جراتان خضر. ان شاء الله تابعوا لا فيديو حتى الاخير. كان النهار مثلج، بما انه ما طاحش الثلج عندنا في المدينه، قلنا علاه ما نطلعوا الجبل نشوفوا اجواء الثلوج. دينا الاطفال دينا الاولاد فرحوا بزاف حقيقه، يعني هما اللي رحنا على جالهم كما يقولوا. قلنا علاه ما نفرحوهمش، نطلعوهم للجبل نصوروهم ندير لهم تصاور شابين ونولوا. نخليكم مع بعض اللقطات اللي كنا صورناهم سواء في الطريق ولا كي لحقنا تماك. هنا كنا في الطريق تاع غيلف في منطقة تيزي وزو. وصلنا قعدنا شويه برك، من بعد عاودنا ولينا، ما طولناش بزاف باسكو كان الحال بزاف بارد. حاولوا يلعبوا شويه الاطفال، من بعد خديت لهم بعض الصور لعبوا شويه بالثلج وعاودنا ولينا. هنا راكم تشوفوا مناظر خلابه، مناظر هايله مع الثلوج، مناظر تاع الجبال بزاف هايله مملوءه بالثلوج. نخليكم تشوفوا هذه المناظر الطبيعيه ونرجعوا ان شاء الله نكملوا الفلوق. في طريق العودة للبيت وصلنا تعبانين شوية. قلت ندير لهم حاجة خفيفة اللي ما تديش الوقت. كان عندي شوية خضرات درتها قرعة هنايا، كنت قطعتها دوائر ودرتها تتقلى في شوية زيت نقليها مليح، ومن بعد نضيف لها دوائر طماطيش او الطماطم كما راكم تشوفوا هنايا حتى تدبلوا معايا. حطيتهم في صينيه كانت مدهونه الصينيه من قبل. درت فوقها شويه تاع بطاطا قطعتها دوائر، درت معاها 2 حبات بيض وشويه ياغورت ناتور ولا بتي سويس، شويه ملح وشويه فلفل اسود، يعني عشاء خفيف وعلى السريع يعني يوجد هنا كما راكم تشوفوا. ومن بعد من الفوق درت لها شويه فرماج باش الجراتان تاعي يجي محمر من الفوق. وهنا ندخلها للفرن، نخليها في الفرن حتى نشوفوا تحمر من الفوق ومن تحت، نطفي عليه. بعد اللي تحمرت جا وقت باش نحيها من الفرن.
هكذا شوفوا كي جات تشهي، الله يبارك، جا هايل هذا الكراتان. يعني ولا كان ما عندكش واش ديري، هذا عشاء سريع يعني سريع اقتصادي، تقدري تحضريه في وقت قصير. وهنا بعد ما كملنا العشاء وقلت ندير لهم حاجه حلوه، درت لهم رولي بشيكولا. جا بزاف هايل، جينواز سهله ومقادير قليله، يعني قيس 3 عباد ولا 4. عندي حطيت 4 حبات بيض، 90 غرام سكر، وطلعتهم بالخلاط الكهربائي هكذا كيما راكم تشوفوا، حوالي 10 دقائق ولا على حسب اللي عندك. البيتخان يديلك الوقت اقل. والفارينه كذلك عندي حوالي 90 غرام فارينه، نخلها قبل ما نحطها باش تدخل، باش الجنواز تاعك تجي فيها الهواء، تجي مهويه. هنا نفرغها في الصينيه اللي حتدخل الفرن، نحاول نوزعها بالتساوي في الصينيه. راح ندخلها الفرن، كنت ديجا سخنته من قبل على درجه 180 درجه، نخليها تتحمر ونرجع نخدم لا شونتيي تاعي. هنا راني نطلع على كريم شونتيي، درت كاس بكاس ناقص صباع تاع حليب، كاس شونتيي. وهنا زدت لها مغرف تاع نيوتيلا ولا مغرف تاع شوكولا، اي نوع شوكولا. بعد نفتح الرولي تاعي اللي كنت درته في سربيته مشمخه، نقطع لها دوك الزوائد، ومن بعد ندير لها لا كريم شونتيي ونزيد نزينها بالشوكولا كيما راكم تشوفوا هنايا. وهنا ندير في الشوكولا، ومن بعد زينتها بشويه كاوكاو وزينتها بلي غوزاس هادو كيما راكم تشوفوا. درت لها شويه شوكولا، حبيبات شوكولا من الفوق، وهكذا كان جينواز سهله خفيفه. تقدري تحطيها لهم مع الجو، شربوها بارده، خليها تبرد مليح في الفريجيدر باش تقسميها وتقطعيها. انا هنا قطعتها لكم وهي سخونه باش تشوفوا كيفاش جات. هذا واش كان لنهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم التحليه، ان شاء الله تكون عجبتكم العشاء، والخرجه اللي خرجناها خرجه خفيفه، مقتطفات فقط. الى الملتقى ان شاء الله. شكرا للمتابعه ومع السلامه.